موضوع كذلك طويل جدا يرفع في عدة حالات محسوبة على رؤوس الأصابع. حاليا الملفات ديالنا تاعنا في كنشتغلنا في المؤسسة لي دوسي كلهم الكترونيك. تقريبا حنا غاديين واحد ما يسمى في الرقمنه وزيرو بابي ما يبقاش الورق. فالملفات كلها الكترونيه في ابليكاسيون والمسحه برونشيه مع الانترنت. اذا هذه الابليكاسيون عرضه للسيبر كريمناليتي، فلهذا هذا موضوع جديد واشكال جديد. الى وقع هجوم من طرف هذه الهاكرز وخداو هذه المعلومات، فمن المسؤول ومن يحاسب؟ واش المصحه؟ واش الطبيب؟ واش هذاك المهندس المعلومات اللي يكلف بها؟ واش مول لو سيت مضاعفه لوحدها؟ فالطبيب منذ هذا الزمن، منذ 1936 فاش تغيرت انه ولا ملتزم ان كونطرا انه لازم يكون عنده لي دو فوا دو ميدسان ماشي غير اليوم. وقاش بدا الطبيب يحاسب تاريخيا منذ 1936 فاش كان اول قرار لا يطبق. لماذا أن يسري على البعض ويسري على البعض الآخر؟ جملة من التساؤلات تطرح. إلا أن القاعدة القانونية بصفة عامة وضعها المشرع لتنظيم سلوك الأفراد. الأستاذ عبد الرزاق بوطاري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة. جينا في إطار النشاط المنظم من طرف معهد النوري التقني لمهن الصحة ضمن هذا النشاط حول حماية المعطيات الطابع الشخصي، وكذلك المسؤولية المدنية والجنائية للمهني العاملين في المجال الطبي كالممرضين الأطباء. جينا من أجل إعطاء وجهة نظر قانونية حول ممارسة هذه المهن، سواء على المستوى المدني المسؤولية المدنية بشقها العقدية والتقصيرية، على اعتبار أنه يتلقون تعليما في المجال الطبي لكن ينقصهم في مجال القانوني. وجينا لتسد هذا الفراغ حتى يكون تكامل ما هو طبي بما هو قانوني، محاولا الخروج بمقترحات وتوصيات بخصوص مستقبلية حتى لا يكون أرضية للنقاش. وكان هناك أسئلة وكتبادل الأسئلة والأجوبة ما بين السادة الأساتذة، وأنا باعتباري كمتدخل في هذا المجال الشق القانوني حاولت الإجابة على هذه الأسئلة والأسئلة التي تطرح والتي تعترض مهني الطب، سواء على مستوى الأطباء أو على مستوى الممرضين، سواء على مستوى التقصيرية والحد الفاصل ما بينها وبين المسؤولية الجنائية. ولعل هذه الندوة أو هذه الأمسية كانت فيه استفادة كبيرة، وخير دليل هو التجاوب الغفير ما بين المتلقين وما بين المتدخلين. وأتمنى أن تتكرر هذه الندوات على اعتبار أن فيه ثقافة قانونية هي تنقص في المجال الطبي، وبالتالي يجب سد هذا الفراغ وتكملة المجال الطبي حتى يكون هناك تكامل ويعرف كل واحد ما له وما عليه، حتى لا يتسنى الدخول في ترهات المحاكم وبالتالي الخروج بأقل خسارة. وفراجي، دكتوراه في القانون العام جامعة محمد الأول بوجدة. المداخلة اليوم كانت حول حماية المعطيات الصحية. قانون 0908 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. هذه الحماية كانت فيما قبل غير منصوص عنها في الدستور المغربي، إلى أن جاء دستور 2011 وتم التنصيص عليها في الفصل 24 منه. المجال الصحي، المريض كيجي كيدخل للمستشفى كيقوم بزيارة الطبيب وهو غير يعني شي مرات ما كيكونش عارف انه واش المعطيات نتاعو محميه او غير محميه. هنا كنقولوا للمريض بان هناك قانون يحمي معطياتك الشخصيه اللي كتخلي المعلومات نتاعك سريه بينك وبين المصحه او بين العياده او بين المستشفى او بين الطبيب بحد ذاته، لانه في بعض الاحيان حمايه المعطيات تكون متعلقه بالمريض والطبيب، فعلى الطبيب ان يحمي تلك المعطيات ويجعلها سريه ولا يبوح بها حتى لاقرب المقربين للمريض، لان بعض الحالات عندما يتم افشاء مرض المريض يصبح ادانه له او يقع مشكل كبير داخل الاسره أو في المجتمع. هناك بعض الأمراض التي لا يتقبلها المجتمع، لذلك يجب أن تكون محمية. يجب أن يتم إعلام المريض بأن معطياته كلها محمية، ويمكن له أن يطلب من الطبيب أو من العيادة أو من المستشفى أن يحمي حتى المرض الذي يعاني منه. خالد شيات، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة. هو هذا اليوم الدراسي يجمع بين شقين مهمين جدا، مستوى تطور
المجال التقني الذي يعرف تطورا يوميا، وهي أشياء نراها يوميا على مستويات التواصل الاجتماعي، على المستوى التقني، على مستوى الهجمات السبرانية وغيرها. وأيضا جانب من الحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، جانب حماية الأشخاص من التعرض للجوانب التي تمس حياتهم اليومية، التي تهم جوانبهم الشخصية، التي تحتاج من القانون ومن النص القانوني لحمايتها. إذن الجمع بين الطبي وبين القانوني مسألة مهمة جدا. جمع الطبيب مع المتخصص في مجال القانون الذي يشرح النص القانوني من ناحية، والذي يمارس يوميا على المستوى الطبي مسألة مهمة جدا. لذلك هذا اليوم الدراسي كانت له هذه الأهمية من هذه الجوانب العملية التي ترتبط بالإشكالات الواقعية التي يعانيها الجانب الصحي والطبي والمهنيين الذين يعملون في هذا الجانب بمسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي فيها أيضا جوانب التي تمس يعني حريتهم أحيانا أو تضعهم أمام جانب المساءلة. إذن كان من المهم جدا أن نجمع بين هذين الجانبين. أستاذ في جراحة الكلي والمسالك البولية، نائب رئيس الهيئة الوطنية للطب سابقا، وعضو سابق في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. يأتي هذا اليوم الدراسي اللي نظمه معهد النوري العلمي والتقني المختص في تكوين المهن الشبه الطبية لتسليط الضوء على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، وهو الحفاظ على المعلومات الشخصية. فالقانون لكي ينظم هذا الحفاظ على المعلومات الشخصية خرج في 2009، وحاليا هذا القانون مازال ما مفعلش بواحد الطريقة كيف خصو يكون، خصوصا في خضم السيبر كريميناليتي وفي خضم هذوك الهجمات الإلكترونية على المواقع. فجل المصحات، جل المستشفيات حاليا كتعتمد على الملف الرقمي، وكلها مكونيكتيا مبرونشيا مع الانترنت، فهي كتبقى عرضة لهذه الهجمات. فهذا اليوم كان تحسيس لجميع الفاعلين من ممرضين وأطباء، وأطره جل من أساتذة في القانون وأطباء ومختصين في السيبر سيكوريتي، لكي يلحوا على أنه لازم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة من طرف جميع المؤسسات الاستشفائية للحفاظ على كرامة وعلى المعلومات الشخصية ديال المواطن، لأن القانون 9/8 واضح في هذا الشأن، خصوصا الفصل 24 منه الذي يلح على الحفاظ على المعلومات الطبية للمريض.